السلام عليكم لي فين، ان شاء الله تكونوا ملاح. مرحبا بكم في قناه يومياتي. اذا اول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باه يوصلكم كل جديد. اليوم راح نديروا ان جو دو بيتراف، عصير الشمندر اللي بنين بزاف وسهل بمكونات بسيطه. راح نبداو نحتاجوا فيه حبتين من الشمندر البيتراف، نصف كيلو من الكرز، 500 غرام من الكرز، لان الكرز ماهوش شرط، تقدروا ديروا الفراس، تقدروا ديروا الموز. عندنا السكر وعندنا علبه تاع ياغورت وعصير تاع ليمونه. نبداو. وعندنا الماء بالطبع، عندنا لتر من الماء بس راح نشوفوا من بعد ماناش راح نستعملوه كامل، نشوفوا على حساب العصير. الان نبداو في مزج المكونات. نحطوا الشمندر ما نسيت نقول لكم لازم يكون طبعا داير مسلوق وقشرتوه. نزيدوا الكرز، نزيد العصير تاع الليمون، نزيد تاع الياغورت، ونضيف على الاخر السكر حسب الرغبه. اللي يشتي حلو يدير حلو، اللي يشتيه شوي شويه يديروا نقص. واش 3 4 5، انا ندير 5. الان نضيفوا له الماء، خليو شويه ما نعرف يعود يجينا بزاف سائل، ونبداو نميكسيوه في الخلاط. كما راكم تشوفوا ما كان له نزيد له الماء، جا مليح. نكمل نزيد ميكسيه شويه، ومن بعد نقدمه لكم في الكاس تاعو كيفاه تشوفوا كيفاه جا على الاخر. فوالا هذا هو العصير بعد ما كملته ميكسيته وصفيته. استخدمت نصفات كيما هذه. ساهل كيما شفتوه، ما فيش حوايج بزاف، وبالاخص بنين وصحي. نتمنى تجربوه. الان نصب لكم تشوفوا كيفاه جا. هذا هو العصير، ان شاء الله يكون عجبكم. واذا عجبكم نتمنى تجربوه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا لي لايك. وسلام الى الفيديو القادم ان شاء الله.